يمكن دكتور توفيق قال انه هيطلع يوم الجمعة وهيطلع يوم السبت، يوم الجمعة في اسكندرية في الأنفوشي، ويوم السبت في شارع فخري عبد النور في العباسية أمام كلية الشرطة القديمة. وقال لو نزلت وما لقيتش الشعب المصري بالأعداد الغفيرة اللي المفروض تكون موجودة بالفعل في اليومين دول، إنه هينضم لصفوف المتفرجين. شايفين خطورة اللي ممكن يحصل؟ تابعنا الفترة وحضراتكم عشتوا الفترة وشفتوا الفترة اللي كان دكتور توفيق مش موجود فيها على الشاشة، وتم طبعا استبعاده من مجلس الشعب وهو ناجح. الفترة اللي تم وقف برنامج مصر اليوم فيها وتم وقف الدكتور توفيق عكاشة فيها ما كانش بيطلع زي ما كان الحكم بيقول بشكل مباشر أو غير مباشر على أي فضائيات أو على أي قنوات أرضية. الفترة دي قد إيه الناس حست، وأنا استشفيت ده من خلال مكالمات الناس ليا ومن خلال الناس اللي كنت بقابلهم في الشارع ومن خلال الناس اللي كانت بتتصل هنا في القناة وبتبعت رسائل ومن خلال الشعب المصري اللي بيحب الراجل ده بجد ومقتنع بيه. استشفيت مقدار التوهان اللي الناس كانت عايشة فيه. توفيق عكاشة بالنسبة لهم راجل عمل توازن سياسي، راجل وقف ضحى بكل ما يملك وبدون مبالغة. وانا بتكلم بصفتي واحدة موجودة في قناة الفراعين وبجوار الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة وشايفة اللي بيحصل، مقدار الحرب الجبارة اللي على توفيق عكاشة وعلى قناة الفراعين من كل النواحي. لو انتوا هتسيبوا الراجل ده لوحده يبقى يا خسارة عليكم وعلينا وعلى مصر كلها. وانا مش بهول الامور. اتفرجوا على كل حاجة يعني على الحاجات اللي بتحصل حوالينا من كل الزوايا. بلاش نتفرج من الزاوية الواحدة. بلاش نقف نشوف بلدنا من زاوية واحدة. لو الراجل ده بعد عن الشارع السياسي وبعد عن الأحداث وقعد في صفوف المتفرجين، صدقوني البلد دي هتضيع. وانتوا بنفسكم شايفين وبتسمعوا الكلام اللي بيقولوا واللي قالوا من شهور طويلة جدا، واللي بسببه ناس كتير طلعت تتهموا انه ضد الثورة ومش عارف والكلام الفاضي اللي احنا كنا بنقعد نسمعه. هو نفس الكلام اللي بيتقال دلوقتي على الفضائيات، وهو نفس الكلام اللي بيقوله البعض تحت قبة البرلمان في مجلس الشعب. فأرجوكم ما تسيبوش البلد تنهار.